دلوقتي انا بنصور ازاي بنسوق بالليل في المانيا. عموما مفيش نور على الطريق، كله عواكس. النور دلوقتي النور الواطي كان، ودلوقتي النور العالي لما ضرب شايفين العواكس دي كلها. فتبقى انت راكب وشايف قدامك الطريق بتاعك عامل ازاي. دلوقتي النور الواطي تاني اشتغل. في هنا الحد بتاع الطريق ده كمان طريق عادي بين بلدين صغيرين او حاجه. مفيش حاره امان، الخط النهايه بالظبط. انما على الطريق السريع بتكون الخط الطويل ده معناه ان دي حاره الامان. ولما الخط اتقطع يبقى معناه انك تقدر تدخل فيه في الخط ده، زي كانه هنا كده على الشمال زي ده كده، بيسيبوا مساحات فاضيه. يبقى انت كده تقدر تروح الحاره التانيه مثلا، او الحاره التانيه طريق مشغول من مكان ما، من الطرف التاني، يعني مش الطرف التاني بتاع المجلس العسكري. دي كده معناها ان انت من حقك تمشي على طول الطريق بتاعك انت، واللي جاي من على اليمين يستنى لما انت تعدي العلامه اللي فاتت دي. وهنا كده بيوضح لك دايما باشارات الطريق اللي انت رايحه فين. انا هنا راكب في جهاز الملاحه، واللي هو الناوي او الجي بي اس زي ما في مصر بنقول. بيوضح الطريق برضو، وتقريبا كل الطرق هنا واضحه. الطريق ده بين زي قريتين مثلا او حاجه، فطريق عادي جدا. طبعا الاشارات كلها هنا هي. والعواكس دي فكرتها بسيطه خالص، انها بتبقى زي قوايم بلاستيك كده خفيفه خالص، يعني مهياش مكلفه، وعليها عواكس زي بتاعه العجل. العلامه اللي هي عليها علامه استفهام دي، علامه تعجب، كاتبين تحتها ان الطريق متكسر، يعني زي ما يكون فيه متكسر. فاللي هي الحاجات اللي في الارض دي الصغيره خالص دي، ده هنا بيعتبر ان الطريق يعني متكسر، في حاجه مش مظبوطه، خلي بالك يعني ما تسوقش بسرعه. محدد لك ان السرعه 80. نفس العلامه هنا تاني اهي، من حقك انك تكمل على طول في الطريق. هندخل كمان دقيقه كده، هندخل على الطريق السريع. فهفضل مصور مكمل تصوير عشان نكمل لما بندخل على الطريق السريع بنعمل ازاي. يعني العلامه دي ملحقتش اجيب، معلش، كان مكتوب فيها شرطه، يعني الشرطه في المكان هو. واللي عدت ديت استراحه اتوبيس. ضربنا النور العالي كده دلوقتي، شايف الطريق كله واضح لك خالص، جايف لعند فين. انت مش محتاج حاجه، مش محتاج نور وانت ماشي. يبقى انت كده وفرت لمض النور، وفرت الكهرباء، وفرت الغاز. بس اوعى تصدر لاسرائيل بقى يعني. ده متحدد سرعتك 70 كيلو عليها دايره حمراء، ما تزيدش عن 70. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. كمان 400 Fahren متر Sie auf die Autobahn. هندخل على اليمين. هنا موضح دايما الطريق السريع بيبقى ماشي بتعمل عليه الاربع دواير دول كده، عشان تعرف تلف وترجع في اي حته. Rechts ab. Dann fahren Sie auf die Autobahn. تدخل يمين وتطلع على الطريق السريع. ده دلوقتي الطريق السريع. rechts, ganz rechts, genau. برضو الطريق السريع زي ما احنا هندخل عليه دلوقتي، مفيش فيه برضو نور. في اماكن يعني في هامبورغ في حته كده مش طويله فيها نور، بس اضاءه ممتازه، يعني فكره الاضاءه جميله. لما اروح هناك هصورها ان شاء الله. هنا الخط بيقطع اهو، يبقى من حق ان انا اطلع من اليمين اطلع على الشمال. دلوقتي دي حاره الامان، الخط بتاعها ابيض، وتكمل وعربيه تمشي فيها. دي بتبقى للطوارئ، عربيتك عطلت تركن عليها، الاسعاف يمشي عليها، لو في حاجه يعني هو يمشي، او المهم ده حاله الطوارئ.
ما نعرفش نضرب نور عالي هنا، ما ينفعش عشان الناس اللي معانا، بس باين اهو العربيات اللي حوالينا ان العواكس اهي ظاهره. عدينا الخطوط البيضاء اللي في النص دي لما بتلمسها، طبعا النقل كله ماشي على اليمين طبعا، لما بتلمس الخطوط البيضاء بتعمل لك صوت عشان تعرف انك عديت الحاره التانية. لو دوست على الخط الابيض اللي على اليمين او على الشمال او اللي في النص حي زي دلوقتي الصوت كان مرتين لما دوسنا بالعجل عليه، فبيعرفك ان انت عديت من حاره لحاره او دوست على الخط الابيض، لان ده مش مدهون وده سميك، بتكون ماده شبه اللي شفتهم وهما بيعملوها، لونها زي الجبس كده، بس كانوا بيعملوها سخنه معرفش ليه يعني، بس معرفش هي الماده دي ايه بالظبط. هنا السرعه مفتوحه معايا، يعني هو هنا مثلا على جهاز الملاحه كاتب لي مش محدد لي السرعه اللي انا امشي عليها، سايبها لي مثلا 129 او 120 دلوقتي، ومش حاطط على اليمين جنبها سرعه كذا. انا الطريق مفتوح، تمشي ان شاء الله على 300 مفيش مشكله. لو طريق محدد، لو السرعه محدده بيروح حاطط لك الرقم السرعه 120 مثلا، وحاطط لك دايره حمراء حواليه. لما السرعه تتفتح بيروح مخلي الدايره الحمراء كاتب مثلا 120 وعامل عليهم 3 خطوط رمادي كده، السرعه اتفتحت معاك، السرعه اللي انت مقيد بيها اتفتحت منك براحتك يعني. بيبقى فيه هنا على اليمين في تليفونات اللي هي تليفونات الاغاثه، التليفونات الطوارئ برضو، لو في حاجه بتلاقي تليفونات على اليمين مش كل كيلو يعني، وفي ارقام محطوطه كده هنوضحها دلوقتي. هتيجي اما عربيتك تعطل مثلا وانت مش عارف حتى انت فين، هنفترض انك مش معاك مثلا نافي، مش معاك اي حاجه، هتلاقي الرقم مكتوب كده زي الرقم اللي انا داخل عليه دلوقتي اهو اليافطه الزرقاء دي. هحاول اجيب واحد تاني لما ندخل عليه دلوقتي. العواكس البيضاء اهو واحد اهو ده في رقم كده عليه، الرقم ده بتعرف انت فين بالظبط، بتقول الرقم المكان اللي انت فيه عشان بيجي لك حد ياخدك. عموما العربيه انت بتبقى اي عربيتك بتبقى دافع لها تامين، ومن ضمن التامين بتاعها ان انت لو حصل لك حاجه حد بيجي ينقذك عموما يعني. الارقام اهي زي ما انتم شايفين بتبقى على اليمين دايما، بتبقى زي يفط زرقاء صغيره كده، والعواكس دي اهي موجوده اهي، فانت كده محتاج نور عربيتك والعواكس موجوده اهو، يافطه تانية صغيره اهي. بس الاسفلت اللي انا ماشي عليه لونه احمر شويه، بس كمان هنا بالليل مش ظاهر يعني هو غريب شويه، بس احنا ده تليفون اهو للاسف ما ظهرش، عدى جنب التليفون دلوقتي. يافطه جايه من بعيد بتقول لك احنا في المكان في بي اللي هو البارك، يعني هتركن كمان 1000 متر مثلا كيلو هتعرف تركن بعربيتك. جايه واحده ثانيه بعيد اهي، كمان 500 متر وهكذا. بعد كده هقول لك المخرج بتاعها امتى فين، ادي المخرج بتاعها جاي اهو. والخط هنا بدأ يقطع اهو، يبقى من حق ان انا ادخل في الحاره دي دلوقتي، واروح داخل من هنا في البارك ان انا رايح العربيه عشان انا سايق. خط مطول اهو، يبقى مش من حق ان اسوق هنا، دي للطوارئ بس. وتليفون تاني، لكن للاسف انا بالليل مش قادر اجيبه. شكرا.